اغلب اللعابه يقعدوا متدرجين من الفئات للاواسط، لكن تجي المشكله اللي تواجه فيهم من الاواسط للفريق الاول صعب انه باش يلقى مكان. يعني ما فهمت، كاني كيما تقول شن تبي شن ناقصك شن، فهمت يعني على طول موفرين كل الامور الحق. هم كانهم حتى هم اداريين ورؤساء انديه حتى من قبل، ولاعب ورئيس نادي كانوا له دور مهم الحق يعني، لان راهو مش هيقدر يعطي اللاعب الليبي بالذات. انت عارف عقليتنا نحن بالذات ممكن تصير اي لقطه نفهمها غلط منا نزعل منه وهكذا، فهمت. هو يجيك على طول يعرفك انك انت زاهل من حاجه برا ولا زاهل انك انت ما لعبتش، يجي على طول يراضي، فهمت، فاهمه يعمل فينا كيف خوتنا الحق. راهو أحمد شلبي أحد أبطال فريق الصويح لبطولة الدوري 25-26 أنسنا ونورتنا في اللانجلو كابتن. الله ينسى أخويا طه والله، وبارك الله فيكم على الدعوة، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف لك إن شاء الله. كابتن قبل ما نغوص شوية في موضوع البطولة وتتويجكم المستحق هذا العام، خلينا نرد بيك شوية، نردوا للبدايات مع فريق الأم فريق الأهلي، وكيف توصف لنا الفترة البدايات الناشئين، الفريق الأواسط تدرجت على الفئات وصولا للفريق الأول. والله شوف، هي بالنسبة لي كانت مع نادي الأم يعني تجربة مميزة، لأن في بداية كل لاعب لازم كما تقول الثقة ياخذها، فحصلت أنا الشيء هذا، الثقة أول شيء، والضغوطات والجو هذا ما حسيتش بيه الحق يعني، على ما الله يعني. أحمد لو نجي معك في نقطة أن يعني لو نجو نشوفوا توا أغلب اللعابة يقعدوا متدرجين من الفئات للأواسط، لكن تجي المشكلة اللي تواجه فيهم من الأواسط للفريق الأول صعب أنه باش يلقى مكان، ولو حتى مثلا حصل الفريق الأول ممكن موسم بعدها تجي تدور اللاعب تلقاه في أندية الدرجة الأولى. في فترتكم الشيء هذا كيف كان؟ معلش. والله هو في البداية كاين أصلا مشروع، هو الحق يعني يقال من الإدارة كاين مشروع يعني أن راهو خلاص سادة بيرقوا كما تقول، راهو بيجي الكامل على أساس كل شيء عن طريق يعني جابوا حتى الكابتن طارق ثابت، وكاين مساعدين الأستاذ عمار جود والأستاذ صلاح الأوجدي الحق، وونيس الباز حتى هو معد بدني كاين. فهذه الحاجة اللي كما تقول خلتنا كما تقول بالمشروع هذا أن ننطلقوا يعني بكل ثقة يعني، فهمت، مع المدربين يعني اعطينا كل وقتنا حتى نحن الشيء هذا. وكاين فيه اهتمام بكم كلاعبين يعني، ما كانش الموضوع كروي بس يعني، كاين فيه اهتمام اكثر يعني. كاين اهتمام، راه اقسم بالله حاجه مش طبيعيه يعني. في ناس واجد يعني اهتمت بينا لدرجه ان تتخيل انك انت تتمرن كل صبح يجيك مشجع الله يرحمه ويسامحه حاج سنوسي بلام الله يرحمه رحمه الله عليه، كل صبح نتذكر انا انت هو يعني مربي، اقسم بالله الحاجه غريبه من احد المشجعين الاوفياء جدا للنادي الاهلي. والله لدرجه نوضوا كما تقول نعدوا التمرن، ممكن ما نفطروش نمشوا التمارين، ممكن ما نفطروش تمرنوا التمارين الصح يعني عن طريق طارق ثابت يعني. حتى تمارينه كاين يعني عذاب ممكن جري وكل بتاع لياقه وكل شيء مع استاذ انيس حتى هو الباز. نطلع من التمارين نتقابلوا نقوه هو موتينا يعني حاجات زي الياغورت وزي العصير وميه والاجواء ذينا الحق يعني، ما تلقاناش الحاجات هذينا. البيئه هذه خلتنا نحن ممكن كجيل جيل 94 و5 وممكن 3 معنا و2 ممكن كانت هذه هي اللي خلتنا ننجح ونستمر يعني، فهمت، لأن مستحيل أن واحد يقدر يستمر بالضبط، بس كمية الاهتمام يعني خلتنا من نستمر لأقصى حاجة أكثر ما عندنا. الناس أصلا يحبوك في ناديك أنت اللي قاعد فيه تو، يحبوك بزيادة بالذات لما تقعد أنت صغير، فهذه الحاجة ممكن خلتنا زور البيئة، لما تقعد البيئة حاضنة تخليك تعطي أكثر ما عندها. والله كابتن، ما بعد الأهلي والخروج بشكل رسمي والبداية مع فريق الهلال، هل اختيارك كين فريق الهلال مجرد أحمد كان من ضمن بين عروض اختار الأفضل بالنسبة له، أم أنها كانت خطوة مدروسة قبل الانتقال للهلال؟ والله كما تقول قلت لك موضوع الكلاعب قبل ما ينتقل لازم كما تقول يتحرى الموضوع كما تقول بالذات غرفة الملابس مع اللاعبين، شو الوضع شو الأجواء، لأن يعني مش هيقدر ينجح بروحه أصلا، هو بينجح مع اللاعبين اللي معه أكثر شيء، ستاف كامل بالضبط. فكانت الأمور هذينا يعني كما تقول تسأل علينا على طول يعني، حسيت أن نادي الهلال هو البيئة اللي تنسجم مع قادر أحمد أنه يعطي فيها بالضبط أكثر. أيوة بالضبط يعني، ككابتن فيصل اللي كان قاعد وكابتن علي الشريف الحاج وقتها يعني أعتقد كان لاعب علي الشريف صح.
من اول من انتقالي غادي للهلال الحق ما حسيتش روحي براني بك كاني ولاد نديم حتى انا الحق يعني استقبلوني يعني ما فهمت كاني كيما تقول شن تبي شن ناقصك شن فهمت يعني على طول موفرين كل الامور الحق هم كانهم حتى هم اداريين ورؤساء انديه حتى من قبل ولاعب ورئيس نادي كانوا تحس دور شخصية القيادة فيهم بالضبط تحسهم انهم هم يحبوا ناديهم لدرجه لان وبيخلوا بيئه اللاعب ما فيهاش اي خلل باش يساعدهم كيف ما قال هو بالضبط يعني عرفت كابتن فيصل قال نحن نبوك تساعدنا ما جبناك الا عارفين شنو امكانياتك وكل شيء. وعلى ذكر الشيء هذا لابد نحن حنتوجه بالشكر للاداري القدير والقديم الاستاذ جمال بعجة. اعتقد الاجواء اللي يخلق فين ما قبل التمارين ما قبل المباريات البسبوسه وطاسه الشاي الخضراء هذه حاجات والله ما تلقاها مفكر ممكن اللي قلت لك عليه من قبل ونحن صغار فتره الاهلي لقيناه ونحن حتى كبار فخلتنا الحاجه هذه نعطوا حتى نحن اقصى ما عندنا بالضبط خليك تعطي فوق بالضبط كانك ماشي حوشك الثاني يعني كانك ماشي حوشك مش تمارين بس يعني فهمت يعني راو تعال حتى وكان مثلا انت مش متغدي مش واكل تلقى الفاكهه واتيه وكل شيء شاهي بتاعك القهوه وكل شيء يعني كانك تخش التمارين ما يصيرلكش الاجواء بتاع راو تعبان وكل شيء يعني هو موفر لك كل شيء الحق يعني. ما كانتش محطة عابرة بالنسبة لك يا أحمد الهلال كانت مشاركة كانت قدمتوا فيها مشاركة أفريقية في الكونفدرالية تأهلتوا مع البداية أعتقد كانت مع كابتن طارق ثابت بعد أنيس الباز بعد محمد عودة والوصول للكونفدرالية محمد عودة. لا بالنسبة لهم كما قلت لك كان عندهم مشروع يعني كل سنة يبوا يستمروا الاستمرارية بالنجاح والحق هم كانوا وصولهم من الاستمرارية هذه البطولة قدر الله ما شاء فعل وربك ما جابش لنا رغم انه ما كانش فيه محترفين بالذات كان الاعتماد اكثر على المحليين مع هذا كله قدمتوا ووصلتوا بالفريق المجموعات في الكونفدرالية. هي صح هذه الحاجة الممكن المميزة اللي كانت أن على قلب واحد يعني مع كابتن عودة الحق يعني ما فرقش بين اي حد حتى اللي كاين برا 18 يقرب فيه يعني بكل يعني كانك نفس الروح كيف اللي في ال 18 بالضبط. احمد ما بعد الهلال والانتقال للاخضر لكن نبغى ناخذ معك نقطه هيك شويه قبل الاخضر الاستقرار على المستوى الاجتماعي والزواج الشيء هذا تشوف فيه له دور ايجابي بالنسبه للاعب انه يكون مستقر من الناحيه هذه شنو برايك انت الشيء هذا حاجه انت عشتها واخترت انك تديرها صح؟ لا الحاجه هذه طبيعي هي اللي تخلي الانسان يعني يقعد متريح يعني شنو عندك اكثر من انك تروح لامك مثلا لو حتى مش متزوج يعني امك ولا زوجتك يعني بالنسبه لي فالحمد لله انا بالنسبه لي محظوظ يعني بالهالي اللي قاعدين في الحوش اللي عندي زوجتي يعني وحتى ابني ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي يحفظه. شنو علي خطر والد ولا ما تفضلش انت الشيء هذا؟ ما مفضلش الحق بس على حسب كيف ما يبي هو الحق يعني انا مش من النوعيه اللي بتاعي لا خلاص معناه اب قال يا كل لاعب لازم يكون لاعب كيف ما يبي هو معناه يلعب اليمين ويسار يستر الله وما فهمتاش كيف يعطي علي مهاجم هذا يستر الله حتى انا بس شكلي بدي له فراشات وطيح تو عوده من تو على المدافعين هو مهاجم وباطئ مدافع والله. احمد مرحله الاخضر والانتقال للاخضر كيف تشوف فيها فترتك مع الاخضر؟ حتى هو والله بالحق يعني كما قلت لك من قبل نعاود نقول يعني أنا راهو قبل ما تنتقل تسأل يعني وأنا الحق يعني سألت لاعبين حتى هم كانوا بيئة الفريق طبيعي يعني طبيعي فما لقيتش يعني أن كل كلام الخير يعني فهمت عليهم هم بالذات كموضوع جماهيريا ولا حتى كاللاعبين كانوا موجودين الحق يعني عدي راهو توكل شيء ده من ديني راه ما تلقى كيفهم راه حتى هم راه ناس طيبة والحق كلام كله اللي قال هذا لقيته فسبحان الله يعني كان لنا مجرد محطات لكن كان لنا الاثر بالنسبه لك البيئه انا بالنسبه لي كانت البيئه صح في ماديا بس شهاده لله ان البيئه انا عندي اهم حاجه لان مش حنقدر ننجح انا بدون حتى البيئه لو واخذ يعني رقم كبير ولكن البيئه كان ما تكونش حاضره بالضبط الحق يعني ما كانت البيئه حاجه مميزه جدا يعني بالنسبه لي النادي الاخضر حاجه مميزه جدا الحق يعني ونسال الله ان يوفقهم ان شاء الله دائما. كابتن ننتقلوا للسويحلي والبطولة. في البداية موضوع السويحلي كيف جاء عرض سويحلي؟ هل كان في عروض أخرى من أحمد شاف مشروع السويحلي اقتناع به؟ شنو اللي صار بالضبط مع السويحلي؟
والله هو الحق اللي كلمني عن طريق استاذ احمد شرسي، والحق كان يكلم مدير الكرة، نائب الرئيس حتى نائب الرئيس. فكلمني كاين عنده هو الحق مشروع الامور هذينا. فهو قال النقطة اللي عجبتني انا في اللي كل ما ننتقل في كل نادي اللي قالها بروحه فعجبتني فيها، انه هو راهو تعال راهو بيئة راهو حتعجبك وكل شيء، مش حتطلع ولا كانك براني معنا لا شيء ولا اللي في بالك راه تحسبنا نكره وراه كذا وراه نكره، لا بالعكس تعال حتنجح معنا ونحن نبوك تنجح ونعرفوا بيئتك انت شنو ونحن شنو حتعرفنا عن قريب، فهمت علي؟ وفعلا الحاجه هذه خلتني كما تقول يعني هو جاب الجمله اللي انا نحبها، يعني انا نسال عليها بالضبط. هو سبحان الله جابها، فهمت انه هو راه بيئه اللاعبين راهو اللي انا اللي جايبهم راهو تمثلك فهمت علي؟ اليوم لما نحكوا على فريق السويحلي والفريق اللي يتوج، المشروع في البداية كان بادي مع مدرب أجنبي زوران، أعتقد دربت معاه فترة الهلال. دربت في الهلال صح. وبعدها صار التغيير بتعيين حمادي القويري. شو اللي غير في الفريق أحمد؟ والله شوف، هو في البداية راهو كابتن زوران يعني كان بادي بداية مميزة الحق يعني، فما خسرش ممكن ولا مباراة، ممكن تعادل بس تعادلين، ممكن هذه ممكن من بعدها كان هو بين الفسخ وعقد مع هو والإدارة وكل شيء. المميز أن أنت عارف أن المدرب الليبي ديما عارف بيئة اللاعب شن فيه بالضبط، يعني يعرف أن كما تقول يعرف أنا قريب منك زعلان يجي على طول كان في حاجة واضح في حاجة كما تقول فاهم الشيء هذا، فاهم حتى قريب للعقلية أعتقد بالضبط هذه الحاجة اللي ممكن الفرق بس يعني، لأن راهو لعب على الجانب النفسي راهو الكابتن الحق الواجد بك يعني على ذكر موضوع الجانب النفسي، اليوم لما نجو نحكوا عن موضوع الجانب النفسي، يعني انت حكيت لي الكابتن حمادي القويري لعب على الجانب النفسي وكان له دور وتوج بالبطولة. كابتن أسامة الأحمدي في أكثر من تصريح يحكي على الجانب النفسي بالنسبة للاعب، شيء هذا له دور مهم. له دور مهم الحق يعني، لأنه راهو مش حيقدر يعطي اللاعب الليبي بالذات، انت عارف عقليتنا نحن بالذات ممكن تصير اي لقطه نفهمها غلط منا نزعل منها وهكذا، فهمت؟ هو يجيك على طول يعرفك انك انت زعل من حاجه برا ولا زعل انك انت ما لعبتش، يجي على طول يراضي، فاهمه يعمل فينا كيف خوتنا الحق راهو. بعيدا عن حتى موضوع العامل النفسي، حتى هو راهو له دور تكتيكي يعني، حتى عن طريق خدم تكتيكيا، حتى خدم يعني، حتى الستاف بتاعنا نسال الله ان يوفقهم ان شاء الله. حتى واعتقد الفريق بالكامل كان مميز، بدايه من حراسه المرمى للدفاع الوسط الهجوم، كان فريق السويحلي مميز. اليوم لما نحكوا ان فريق السويحلي توج بالبطوله، هل الاداره من بدايه الموسم كانت حاطه عليكم ضغوطات ان التتويج بالبطوله بحكم ان الاداره كانت صارفه يعني ارقام كبيره، ام ان هي وفرت كل شيء وسخرت كل امكانياتها، وكيف ما نقولوا بالليبي نحن وفرنا كل شيء ورونا انتم في الملعب شنو؟ لا الحق لا ما فيش ضغوطات الحق في البدايه كبدايات. هو ممكن جانا رئيس النادي سيد ابراهيم البيبه الحق جاء كم مره، ما اعطاناش الضغط اللي هذا، ان شاء الله ربي يوفقكم انتم مقدها مجرد دعم مجرد دعم انتم مقدها، حتى وكان ما جاتش هي هذه تسخير من ربي. اهم حاجه نقعدوا نوصلوا مثلا الافريقيه نقعدوا حتى الثاني مهما كان جت اللهم بارك من ربي. فهو تعامل معامله كيف ما تقول راهو اللي يقسمها لنا ربي حيجيبها لنا راضيين بالله، فهمت علي؟ بغض النظر جت البطوله ما جاتش، لكن اهم شيء انكم تعطوني هو بس هو شاف فينا الشيء هذا ان نقدر الحق يعلم الله انه هو شاف روح البطوله. احمد انت لما نشوفوا انك دربت مع المدرب الاجنبي والمدرب المحلي، الفرق بينهم شنو الفرق كاين ما بين الاجنبي والمحلي؟ كاين مثلا على المستوى التكتيكي عوامل اخرى شنو تشوف فيها النقطه هذه؟ ممكن النقطه هذه ممكن كيف ما قلت لك، ممكن المدرب الاجنبي ممكن ما يعرفش العامل النفسي بس للاعب الليبي، بس العقليه ممكن، فهمت يعني؟ هل نقدروا اليوم نقولوا ان المدرب المحلي مظلوم عندنا، رغم ان لما نجوا نبحثوا في تتويج لانديتنا مؤخرا لو استثنينا الاهلي طرابلس مع حسام البدري وطارق جراية كل كان المدرب محلي صح؟ لا بالنسبه نراو من ناحيه ان المدرب الليبي راهو مظلوم، كيف ما حتى اللاعب الليبي مظلوم مثلا، حتى هو من قصه ان اللاعب الاجنبي في الامور اللوجستيه الاخرى، فهمت؟ العقود والاجواء ذينا، فهمت علي؟
فهو بالنسبه للمدرب الاجنبي مظلوم. بس الموضوع كالاتي ان المحلي هو المظلوم. ايوه المحلي هو المظلوم. فالموضوع هو كالاتي ان المشكله المدرب المحلي ان مثلا يبي يوصل ان ياخذ دوره وكذا، قاعدة صعبة بالنسبة له، لأن ماديا هو من ماديا صعبة بكل. فممكن الحاجة هذه كان اتحاد الكرة يساعد فيها. هذه العائق الأصعب كانت بالنسبة للمدرب. هو جديد، مدربين راهو عندهم طموح والله يقدر يوصلوا، بس المشكلة العائق الوحيد أن ماديا أنت عارف الشهادات لما تبي تاخذ الكورسات الدورات أرقام خيالية الحق يعني. وبالذات أن ما يديروش فينا. أنا أكثر حاجة في ليبيا مرات نص تلقاهم برا. أعتقد في موضوع الدورات في المغرب كانت واحدة من الحاجات هذينا أنها كانت هي موفرة موضوع الدورات مجانا. كيف تشوف المغرب كيف خدمت عن ناحية كانش موضوع للاعبين بس والاهتمام بالمواهب، كان موضوع حتى للمدربين أنها وفرت الدورات والشهادات الرخص مجانا. وأعتقد الشيء هذا النتاج متاع يشوفوا فيه المغاربة بالضبط يعني. حاجة زي هذه كما تقول لك، المشروع يبدأ من رأس الهرم من فوق، الدولة مشروع دولة من رأس الهرم. أنت كانت تبي تدعم الشخص الليبي بالذات، هذا المدرب اللي بيدير أي حاجة وهو عنده أصلا شغف للشيء هذا أنه يقدر. وواجدين الحق هم صراحة، حتى في كادر لا بأس به الشباب. أنا صلى الله يوفقهم إن شاء الله. كابتن في عز الاحتفال كان بالبطولة شفتك منزل ستوري في الانستغرام، لفتني انا الستوري هذا، لفت انتباهي، فضلت اني نضيفها في الحلقه، انك تدعم فيه صاحبك وزميلك جواد رزق حارس النصر، عاد معرفه قديمه من نادي الام قديمه باهي. هذا راهو اقسم بالله جواد ما عنديش ما نقول فيه الحق يعني. انا راهو ممكن قعدنا مع بعضنا كم 10 سنين 12 في النادي الاهلي الحق يعني. كيف نجيب لك، نحس فيه اقرب واحد لي الحق هو والشباب الاخرين، عبد الله العرفي وخالد المسماري والشباب الاخرين وادريس الهراط والجماعه هذوما. بس جواد قريب بالذات كاين اقرب حاجه يعني. كاين هو الكابتن في نادي الاهلي زمان وكل شيء، حتى هو كابتن في نادي النصر، نسال الله ان يوفقه الحق. هو ما يستاهلش الا كل خير ويتحمل الضغوطات وكل شيء الحق يعني. شخصيه محترمه وما فيش منها بكل، يعلم ربي يعني. ما عمره يقصر وما عمره يقصر. الاحتفال وكل شيء ما نسيتاش وفضلت انك تنزل ستوري دعم له، رساله له، لانه هو يستاهل كل خير، يعلم الله. هو وراه خويا بمعنى الكلمه يعني. كابتن، ما بعد السويحلي وين الوجهه؟ والله في امكانيه للتجديد مع السويحلي، في عروض اخرى، العوده لنادي الام، وين احمد شلبي؟ والله الحق هو في الوقت الحالي انا والله كاين في تجديد الحق في النادي السويحلي، بس ندرسوا الامور والعروض وكل شيء في دراسه الامور العروض الاخرات وكل شيء، حتى نادي السويحلي وكل شيء. بس في الوقت الحالي الواحد راو كما تقول راو هالي كما تقول لا، وابسط مثال يعني هالي راو ضحوا معايا واجد، وانا الحق راو محظوظ بهم، لان اقسم بالله ممكن ما تلقاش الانسان اللي تشاركك التضحيه هذه وكل شيء. فعلي ذكر ان راو الزواج راو مش عائق راو للناس، راو والله بالذات اللاعب كرة قدم مش عائق، لا دور مهم جدا. لا دور مهم يعني. انا بالنسبه لي كانسان انا محظوظ بهم الحق، لان اقسم بالله ضحوا معايا واجد يعني. خصوصا انك متغرب وكل مره مع فريق، كل مره معنا، فالحاجات هذينا من الصعب انك مش تلقى ان انسان انه باش تتحمل وتكمل معك. نسال الله انه يكمل عليك بالخير كابتن. الله يبارك فيك، انستنا ونورتنا. ان شاء الله ما يكونش لقاء لا خير. لا بالعكس، لا والله ان شاء الله يكون في لقاءات اخرى ان شاء الله معكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور كابتن، ونتلاقوا في مواعيد رياضيه ان شاء الله.